السلام عليكم، صباح الخير، صباح النور، صباح الفرح والسرور، صباح اي حاجه زوينه كتمنوها في حياتكم. كنتمنى تكونوا دوزتوا عيدكم بخير وعلى خير، ونشارك معكم ان شاء الله في هذا الفيديو كيفاش دوزنا النهار وشنو طيبنا وفين مشينا. ولا كانوا كيعجبوكم هذا النوع ديال الفيديوهات نبقى نشارك معكم، يعني اي حاجه كتبوا لي في الكومنتات وعلاش لا نبقى نشارك معكم حياتي اليوميه. اذا ما كانوش كيعجبوكم بقاو غير في المطبخ، يعني نبقاو نطيبوا غير وصفات بسيطه كيف العاده. بالنسبه لهذا الفيديو راني صورت لكم ثالث عيد، ولكن لظروف صحيه يعني عاد غنلوحو لكم اليوم ان شاء الله. بالنسبه للغدا ديالنا كان عباره على القطبان، كيف كتعرفوا 3 ايام الاولى كلها كتكون اللحم في اللحم 100% كلها اللحم. هنا غناخذوا القطبان اللي ديجا شرمناهم. بالنسبه للشرموله درنا شويه القزبور حبوب ومطحون، شويه البزار، الملحه، شويه ديال التحميره، شويه ديال الزعفران خرق ومعرق، اللي بغى يدير حتى زعفران ملون ممكن، القزبور ومعدنوس. وبالنسبه للبصله، حيت حنا ملي كنقطعوا الخروف كنقطعوا الكباب كله دقه واحده، ما كنديروش ليه البصله، كنشرملوه. وإلا بغيتي وكتقسميه، الا بغيتي ديري البصله ملي كتجبدي داك القياس اللي غادي تشوي عاد كتشلضي معاه بصيله. اما باش ديري بصيله وترقدي فيها لا، غادي تعطيك الريحه. وهنا كنوضعوا الكباب ديالنا في القطبان وضيفوا معاهم حتى شويه ديال الزيت. صافي كتخليوهم مرقدين هكا، كتفرقوا القياس، وقد ما شربوا ديك الشرموله قد ما كيجيو فتيين وحتى بنانين. كتوضعوهم في القطبان هادو ديال اينوكس اولا ديال العود، وكتعمروا الكميه يعني على حساب عدد الافراد اللي عندكم. والحين اللي نتوما كتعمروا في القطبان ديالكم اكيد كيكون المجمر شاعلينو كيزند كيف كنقولوا. ويعني السيدات كلهم كيعرفوا كيفاش كيشويو القطبان وبالفاف. غادي نستمر على هاد الطريقه حتى نكمل عدد القطبان اللي عندي. من بعد غادي ندوزو باش نشويوهم كما قلت لكم. راه الفخار شعلته على قبل، ويعني وكتخليوه يزند، ما كديروش العافيه تكون مجهده باش ما يقصعش لكم اللحم ديالكم. هنا دزنا باش نعمروا اتاي. خديت حفنه ديال اتاي الشعره. كاينين الناس اللي ما كيشلوش اتاي الشعره، ولكن انا الطريقه ديالي كنشلل التشليله الاولى وكنحتفظ بها في كاس، وعاد كنعاود نخوي التشليله الثانيه وكنخويها، وكنضيف داك الكاس اللي احتفظت به في الاول وكنضيفه للبراد. وكندير يعني ما كنعمرش البراد، كنخلي الجهد فين كيغلى شويه داك البراد. ملي كيغلى كنضيف ليه النعناع والسكر، وعاد كنزيد نعمرو داك شويه اللي بقى ليا على البراد، كنزيد ليه الماء طايب باش كيعمر. حيت الا عمرتوه في الاول بالماء كامل راه ملي غيبغي يغلى غادي يفيض لكم. صافي هنا كنراجعوه، كتشوفوا اتاي ديالنا كي داير. الناس اللي كيبغيوه كاين اللي كيبغيه قاصح، كاين اللي كيبغيه خفيف، يعني على حسب ذوق كل واحد. صافي هنا من بعد ما راجعت اتاي ديالي خليته على جانب، وغادي ندوزو باش نوجدو القطبان نشويوهم باش يكونوا اتاي واجد. القطبان كيبغيو يكونوا سخان، يعني من المجمر يعني للطبسين باش يتكالوا سخان. هنا القطبان ديالنا كيف كتشوفوا ما كتكونش العافيه زانده، كيطيبوا على المهل باش كيبقاو فتيين وما يتحرقوش لكم وما يقصاحوش. وهنا واحد شويه القطبان ديال لادان، الناس اللي ما كياكلوش الغلمي كنديروا لهم شويه ديال لادان. اتاي ديالنا كيف كتشوفوا ها هو كيجي رائع. والكشكوشه يعني الناس ضروري كيقلبوا على الكشكوشه في اتاي. الا تبعتوا هذه الطريقه اكيد غينجح معكم اتاي. واذا كانت عندكم شي طريقه اخرى مرحبا، ما فيها بس تشاركوها معنا، علاش لا. صافي هنا الغديوه ديالنا ها هي واجده. اتاي كيف كتشوفوا هنا الزيتون مشرمل، الدلاح اكيد مع هاد الصاد ما نستغناوش عليه. والقطبان ديالنا كيف كتشوفوا راه ما محروقينش وكيطيبوا على المهل، وشويه ديال الكوتليت. وكانت هذه هي الغديوه ديالنا. اكيد تغدينا في السطح، يعني الناس في العيد الكبير راه تقريبا كل شيء كيطلع للسطح، الفطور في السطح والغدا في السطح والعشاء في السطح. مهم كانت هذه هي الغديوه ديالنا في السطح. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتكون ما نكونش ثقيله على قلبكم. هنا القطبان ديالنا كيف كتشوفوا قدمناهم مع الخبز ديال الدار معجون يعني بالزرارع كيجي زوين. كنت شاركته معكم، الا بغيتو نعاود نشاركو معكم مرحبا.
وتغدينا هنا بالصحة والهنا ان شاء الله للجميع. صافي من بعد ما سالينا الغدا شللنا دوك المعينات اللي تغدينا فيهم، تا هما غسلناهم في السطح، يعني ما هبطناش الروينه لتحت، كلشي قديناه في السطح. واحد الجو زوين، يعني هكا كتغسلي المعينات في الشميشه والروينه كتبقى في السطح، حتى الريحه ما كتبقاش لك في الدار. الا الناس اللي عندهم الضيق ما عندهم ما يدار، راه كيجمعوا يطرفوا، كاين معطر، كاين جافيل، كاين سانيكروا، هادشي اللي عطلنا. صافي هنا غسلنا دوك المعينات وطرفنا الدنيا، جمعنا داك السطيح، صافي هبطنا دوشنا وبدلنا حويجاتنا باش نشدو الطريق ان شاء الله. وكانت الوجهه اننا غنمشيو للصلاه عند عمتي، كانت العيد ضروري كنزورو الحباب والاقارب، واول ما كنزورو هو الجده، ضروري الناس اللي عندهم الجده راه كيزوروها نهار العيد اولا ثاني عيد. وكاين اليوم كانت ليله عيد كنا مشينا عند العمه ديالي. صافي كانت هذه هي الطريق ديال بوركراك. الحمد لله كانت الطريق مرخوفه، ولكن كانت واحد الحراره حسن عوان الناس اللي كيسافروا المدن بعيده في هذا العيد، الله معاهم وطريق السلامه. كيف كنعرفوا رباط وتماره راه كيخواو في العيد الكبير، ولكن المدن اخرى راه كتزيد تعمر. طريق السلامه للجميع. صافي هنا وصلنا عند عمتي، لقيناها حتى هي موجده لينا الغدا عاوتاني، واخا حنا يلا تغدينا ولقيناها موجده لينا الغدا، تغدينا الحمد لله وما قصراتش من جيتنا، الله يخلف عليها. وكيف كتعرفوا اللي خطينا حباب صراحه. ومناسبه هاد الاعياد يعني هذه فرصه الانسان كيزور الحباب، يزور الاقارب، يعني كيحيي صله الرحم، والله يدومها علينا عادات ويدومها علينا محبه ان شاء الله. صافي من بعد ما سالينا الغدا ديالنا، كيف كتشوفوا راه هنا كانت الساعه 6:30 تقريبا. تغدينا وسالينا، صافي جلسنا شويه وتما عمرنا واحد بريريت ديال اتاي. ضروري كنعرفوا يعني العائلات المغربيه ما كيجلسوش بلا صينيه ديال اتاي. وجدنا الكوتي ديالنا، كان كوتي خفيف الله يجعل البركه، حيت كنا يلاه واكلين ماشي ما تقلنا بزاف. صافي عمرنا بريريت ديال اتاي ودرنا معاه واحد المليويات سخناهم وشويه ديال الحلوى والله يجعل البركه. وبالنسبه لهاد الملويات راه كيجيو خطيرين، كتعجنهم عمتي بالقمح، يعني كيجيو بنانين ورائعين ان شاء الله. شي نهار غنمشي عندها وغنشاركو معاكم. صافي هنا درنا حليوه وبريريت ديال اتاي ودوك المليويات، وحطينا الطبيله ديالنا جلسنا شويه. وكان هذا هو نهارنا ديال ثالث عيد. كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وإلا كانوا كيعجبوكم هذا النوع ديال الفيديوهات نبقى نشاركهم معكم على الراس والعين. نتمنى منكم انكم تدعموني وما تنسونيش في لايك والاشتراك والتعليق، والله يجازيكم بخير. وبحال هكا كنقول لكم شكرا على المتابعه. دابا كانت الساعه 12 ونص ديال الليل، احنا راجعين. كنقول لكم تصبحوا على خير. كيف كتشوفوا الاضواء في الرباط رائعه بالليل. وهذه هي نهاية الفيديو، خليتكم في راحة الله، مع السلامة. وكنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم وما نكونش ثقيله على قلوبكم. وعيدكم مبارك سعيد مرة أخرى، خليتكم في راحة الله، مع السلامة.